ما حدش هيصدق ان القدماء المصريين كانوا بيعتبروا الملوخيه نبات ضار، او بمعنى اصح كده نبات سام، وكانوا الهكسوس لما دخلوا مصر كانوا بيخلوهم ياكلوا من النبات ده علشان يقتلوهم، لكن هم ما ماتوش ولا حاجه، وطلع النبات مش سام ولا حاجه وطلع مفيد. وكان الملوك بعد كده بيستخدموا الملوخيه، او كان وقتها اسمها الملوكيه، على اساس ان هي نبات مفيد جدا لما ملك من الملوك كان مريض، والملوخيه كانت هي الدواء بتاعه، فكان مقتصره على الملوك هم اللي بياكلوها بس، وبعد كده بقت لعامه الشعب. فانا عايز اقول لكم ان الملوخيه نبات بيتاكل من آلاف السنين، وطبعا هو خاص بالمصريين، ومحدش يعرف يعمل الملوخيه غير المصريين. والطشه بتاعت الملوخيه بقى واللي ما اقولكش يعني. والملوخيه بالارانب مشهوره جدا، وطبعا تنفع الملوخيه مع اي نوع تاني مثلا من اللحوم، لكن هي مشهوره جدا ملوخيه بالارانب، هي مشهوره بالارانب يعني. والملوخيه لها قصص ولها حاجات كتيره جدا، وهي مفيده فعلا، واكله يعني من الاكلات اللي هي. ودلوقتي بقت الملوخيه بتتقدم في اكبر المطاعم واشهر المطاعم في مصر وحول العالم، برضو في الدول العربيه، وبياكلها الناس كلها حول العالم، حتى في الاجانب او الاوروبيين او غيرهم، وبقوا بيشهدوا لها بطعمها المتميز اللي بيميزها وبيميز المصريين. ومش عايز اقول لكم بقى على قوه الملوخيه بالجمبري، وحاجه قويه جدا وحاجه جامده جدا لازم تجربوها برضو، يعني الملوخيه بالارانب والملوخيه بالجمبري واي لحوم طبعا، بس دولت مشهورين جدا يعني. وعايز اقول لكم معلومه على السريع كده بالنسبه للناس، في ناس بتبقى ممنوعه من الملوخيه في اوقات معينه، الناس دي زي القراء اللي بيقراوا القران، اللي هم القراء المحترفين يعني، او المطربين، لان الملوخيه بتبقى يعني بتعمل حاجه في الاحبال الصوتيه كده، بتخلي يعني بلغه الناس دي بتخلي الزور يشحر كده شويه يعني. فانصحكم الناس اللي ممكن تكون بتلقي خطاب او بتقرا او كده ما ياكلش ملوخيه قبل الشغل بتاعه، بس ممكن ياكل في اي وقت تاني يعني، اوكي يعني. وعايز اقول لكم كمان ان الملوخيه لها سر كده ما بيعرفوش غير المصريين، وفي حاجه كده الناس كلها عارفاها بالنسبه للمصريين يعني، حاجه اسمها شهقه الملوخيه. الشهقه دي بيقولوا ان لو ما شهقتش كده، اللي بيطبخ الملوخيه ما شهقش كده، بتطلع مش مظبوطه، وطبعا بيبقى لها قوام معين كده متمازجه مع بعضها او ممتزجه مع بعضها، ولو ما حصلش ده بتبقى الطبخه طبعا مش كويسه، وطعمها مش هيبقى كويس ولا هتبقى ممتعه. واحنا من هنا بندعوكم انكم تجربوا الملوخيه في مصر، او تجربوها من مصريين، حتى لو انتوا عايشين في دوله غير مصر، فممكن تجربوها من مطاعم مصريه خارج مصر، هتعجبكم قوي، هتعيشوا الاجواء دي، حاجه جميله جدا. وطبعا معروفه الملوخيه بالارانب، ومعروفه الملوخيه بالفراخ او بعدد من اللحوم يعني، وان شاء الله تعجبكم. وبطلب من حضراتكم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، وان شاء الله نقدم لكم اسرار عن الاكل، لان احنا عايزين نفيد الناس ونستفاد برضه. يا ربنا ان شاء الله يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا يا رب ان شاء الله، ونبقى اخوات مع بعضنا كده، وان شاء الله خير، واللي جاي خير ان شاء الله كله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.